نزلت جبت كرومبتين، الكرومبه ب30 جنيه، بس شايفين صابح بصراحه. مساء الخير على اجمل متابعين في الدنيا. النهارده ان شاء الله هنعمل كرومب. طبعا الكرومب وضبطه، تعالوا اوريكم. هنا طبعا انا جايبه كرومبتين، بسم الله ما شاء الله اهو، وضبطهم. وايه خليت بقى ايه مراحل، الابيض شويه خليته ايه لوحده، وهنا ده اخضر بحب احطه في يعني من تحت بيكون حلو، والاخضر التاني ده بخليه وبحطه في الحله. هنا الميه غلت، بسم الله بجيب الكرومبه مش بحطها من هنا اهي، من ناحيه الراس اللي بتكون موجوده، بسم الله بسقط. وعلى فكره ناس كتير بتشكي ان الكرومب بيتهري منها، الكرومب مش بنطول عليه خالص. اول ما الميه تغلي كده هي دقيقه واحده بس، خلاص كده بسم الله. هقلبها بقى الناحيه الثانيه، شايفين بقى هي دقيقه ما كملتش، يعني لازم تكوني واقفه كده جنبيها. هبتدي بقى ايه، هسيبها حاجه بسيطه واسحب بقى من هنا، ده كده سهل عليا اهو شايفين. بس طبعا لسه هي هسيبها بس ايه الورق بس يدبل شويه. هبتدي بقى ايه بسم الله، خلاص كده اسحب بقى ايه حبه حبه عشان ما تتهريش مني. خلاص كده سلقت الكرنب كله، واخر حاجه بسلقها الكرنب الاخضر. خلاص كده هحط الفراخ، حاطه ورق لورا وحبهان وفلفل اسمر وحبايه من الطماطم وبصلايه وحبه من الملح. الفراخ النهارده جبتها غاليه، بسم الله. غسلت الفراخ كويس ونقعتها نقعه حلوه، بسم الله. طلعت كيلو من الصلصه، بسم الله، وغسلت كيلو من الرز. خلاص كده انتوا كلكم عرفتوا ان انا بعمل الصلصه بتاعت المحاشي وبحطها في التلاجة، ولما بعوز اعمل محشي بطلع كيس، بسم الله ما شاء الله جاهزه معايا. هنا بحط ملح، حبه من الشطه. جربوا كده تحطوا حبه صغيرين من النعناع على المحشي، بالذات لما تكونوا بتعملوا كرنب، بالذات لما تكونوا بتعملوا كرنب. بحط معلقه بابريكا، معلقه كزبره مطحونه. بعد كده هحط الخضره، هحط معلقه توم وهقلبها، وخلاص كده تبقى جاهزه معايا. خلاص كده خلصت الخلطه. مساء الخير، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يا رب. احنا بنعمل كرومب اهو. اه بقالنا كتير ما جبناهوش. تعالوا نتغدى معانا كرومب. بصوا بقى الحله، انا بعمل ايه، بحط في القعر بحط الورق الاخضر، الورق الاخضر مش بنرميه خالص، شايفين. ولما بيكون مفيش كرنب في البتنجان بنحط العيدان بتاعه الخضره. ده طبعا المحشي اللي هو الايه الصحي اللي انا عاملاه من غير ولا نقطه زيت. هحطهم في الحله دي. هعمل بقى الحله الايه، عملت فيها الخلطه بتاعه المحشي، وطلعت كيس الصلصه من الفريزر مش بغسلها. هحط ورق الكرنب كده، بسم الله. وهعمل ايه، هنعمل حله كده صغيره. غطي بيها عشان ما تيجي تغلي منها. ما في مش كتير. هتحطي عروق محشي؟ لا. وبنجهز بقى ايه الحلو، بسم الله. هنا بقى ايه هوضب بقى انا وماما، نوضب بقى بنعمله بالسكينات يا ماما الرومه. شايفين بقى ما شاء الله الكرنب ماسك نفسه مش مهري خالص. بس يا ماما المقص، بسم الله. بشيل بقى ايه الحته الناشفه دي كده في ثواني، لو 100 كرنبه هتعمليها. وبحدد بقى اهو، بسم الله. بروح عامله كده اهو، يكون سهل خالص. هتروحي بقى ايه تبتدي بقى ان كل ورقه عايزاها زي بعضها كده اهو، اهو في ثواني هتلاقي نفسك بسم الله ما شاء الله. مش صعب يعني، كل حاجه سهله والله، هي بس كل الترتيب. بعد كده نحشي بقى الكرنب. خلاص كده خلصنا الغدا، حطيت الفراخ في الفرن تحت الشوايه. وده المحشي الخلطه اللي انا عملتها معاكم من غير ولا زيت ولا سمن. وهنا المحشي اللي احنا عملناه، طبعا ده متسبك شوربه، واتبقى حبه من الخلطه، رحت ايه حطيتهم في ورقه كبيره من ورقه الكرنب الاخضر، واستووا ما شاء الله حلوين جدا. اتفضلوا اتغدوا معانا. تعالوا اتغدوا معانا.